مركز جديد لخوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية. يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال إجراء تعديل على مركز خوان بيزيرا خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها غدا السبت في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويبحث الجهاز الفني للزمالك إمكانية الدفع ببيزيرا في مركز صانع الألعاب بدلا من مشاركته المعتادة على الطرف من أجل زيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأبيض خلال المباراة المرتقبة. وسبق لخوان بيزيرا اللعب في مركز صانع الألعاب مع فريقه وقدم مستويات مميزة، وهو ما دفع معتمد جمال للتفكير في توظيف اللاعب بهذا الدور خلال مواجهة العودة أمام اتحاد العاصمة. مباراة الزمالك واتحاد العاصمة تقام في 9 مساء غد السبت باستاد القاهرة الدولي، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 اتش بي.